النهارده حلقة من نوع جديد، بداية سلسلة مختلفة ومجنونة من برنامج حدوتة كروية. هنتكلم فيها عن أقوى وأغرب الماتشات على مر التاريخ، وطبعا ما لقيناش أحلى من نهائي دوري الأبطال 2005 بين الميلان وليفربول عشان نبدأ بالسلسلة. مباراة جدلية ومثيرة جدا علقت في عقول أجيال وأجيال، ولو أنت كنت لسه صغير في الوقت ده فعايزك تركز معايا عشان هنرجع بالزمن شوية ونعرف تفاصيل المعركة دي. بس ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو أول مرة ليك في القناة اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان توصلك الحدوتة الجديدة. بس قبل ما نبدأ حلقتنا صلي على النبي وقول لنا مين اللاعب ده. الماتش ده يمكن من اعظم واقوى النهائيات على مدار تاريخ دوري الابطال لحد وقتنا الحالي. مباراة ليها اسم خاص بيها وهو معجزة اسطنبول. في بداية موسم 2004-2005 قرر نادي ليفربول انه يستبدل مدرب الفريق بتاعه بعد ولاية 6 سنوات للمدرب جيرارد هوليه بالمدرب الاسباني رافائيل بينيتيز، اللي قدر انه يفوز بالدوري الاسباني وكاس الاتحاد الاوروبي مع فالنسيا في موسم 2003-2004، يعني قبل ما يجي ليفربول بموسم واحد. ليفربول بقى كان بيمر بفترة وحشة جدا سواء في المنافسات المحلية او الاوروبية. يعني في موسم 2003-2004 احتل ليفربول المركز الرابع في جدول الدوري، وده كان طوق النجاة انه يحصل على بطاقة انضمامه لدوري الابطال موسم 2004-2005. ليفربول مش ادعم الفريق بمدرب جديد وبس، لا ده في الميركاتو الصيفي للموسم قدر انه يضم 8 لعيبه، من ضمنهم جابرييل سيسي وتشابي الونسو ولويس غاراسيا. وغادر الفريق في الفتره دي 4 لعيبه، من ضمنهم ماركوس بابل وداني مورفي ومايكل اوين. مش بس كده، لا ده كان في دعم تاني في الفتره الشتويه، بس المره دي ب3 لاعبين، ماوريسيو بليغرينيو وفرناندو مورينتيس وسكوت كارسون. برغم التدعيمات دي بقى استمر ليفربول على تواضع الاداء وانهى الدوري في المركز الخامس، وخرجوا من الجوله الثالثه من كاس الاتحاد وخسروا نهائي كاس الرابطه امام تشيلسي بنتيجه 3-2. ارقام سلبيه تخليك تقول ان ليفربول وقع خلاص وانه هيبعد خالص عن اي تنافس. عشان كده اللي حصل في دوري الابطال اتسمى بالمعجزه. قبل ما نتكلم عن دوري الابطال تعال نشوف الناحيه الثانيه كانت عامله ازاي. الميلان بقى كان رمز الرعب الاوروبي، حرفيا كان اقوى فريق في اوروبا، بس كان ناقصهم عنصر واحد بس وهو التوفيق مش اكتر. وقتها انشيلوتي كان مدرب للميلان، وكالعاده تشوف انشيلوتي فين اعرف ان في فريق مرعب عنده. انشيلوتي ما كانش مكتفي بالاسامي اللي عنده في بدايه الموسم، ما تستعجلش هعرفك الفريق المرعب ده كله دلوقتي. المهم انشيلوتي في بدايه الموسم عمل 4 صفقات ما عملش غيرهم طول السنه، لانه فعليا هو ما كانش محتاج غيرهم. مين هم بقى ال4 صفقات دول؟ اولهم جاب ستام وفيكاش دورسو وهارفي اسياس وهرنان كريسبو، وكان من ضمن الراحلين عن الفريق البرازيلي ريفالدو. انت متخيل انه يتخلى عن ريفالدو؟ يبقى هو عنده مين في الفرقه؟ فريق يتكون من ديدا كحارس مرمى، وخط دفاع نيستا وستام وكافو ومالديني. نص الملعب بقى حدث ولا حرج، بيرلو وجاتوزو وسيديروف وكاكا. تعال بقى نروح لخط الهجوم، شيفتشينكو وكريسبو. حرفيا فرقه ممكن تاخد بطوله وهي قاعده على الدكه. انشيلوتي مع الميلان كان ماشي بمبدا عبله واديله، بس اوعى تنسى اني قلت لك في البدايه ان هم كان ناقصهم حاجه واحده بس ومهمه جدا، وهي عنصر التوفيق. بدأ الموسم مع ميلان بداية مبشرة جدا، حققوا لقب السوبر الإيطالي بفوز مريح جدا على لاتسيو بنتيجة 3-0. وعايز أقول لك على حاجة بقى، إن شيفتشينكو حط هاتريك الماتش ده وتصدر الدوري بفرق هدف وحيد بينه وبين اليوفي. بس قبل نهاية الدوري ب4 جولات بس سقط ميلان في فخ يوفنتوس، خسر بنتيجة 1-0 بهدف ديفيد تريزيجيه. وبعدها كان متبقي 3 مباريات، وال3 مباريات انهاهم ميلان بالتعادل عشان ميلان يخسر الدوري. بس انشيلوتي ما كانش ساكت، وكان مولع الدنيا في دوري الابطال، وكان هو المرشح الاول للبطوله لانه قادر انه يوصل نهائيين في 3 سنين. وفي دور المجموعات خلص الميلان على المجموعه وتصدر المجموعه السادسه اللي كان فيها برشلونه وسيلتيك وشختار. ميلان قدر يحصد 13 نقطه من 4 انتصارات وتعادل وهزيمه وحيده على ايد الاسباني البرشلوني عشان يتأهل لدور ال16 وياخد مانشستر يونايتد حرفيا رايح جاي بنتيجة 1-0 لكل ماتش. وفي دور ربع النهائي الميلان اعتدى على الانتر وكسب الانتر 5-0 في مجموع المبارياتين. بس في نص النهائي بقى كان قد ان يتعثر الميلان، بس قدر انه يفوز على اندهوفن بقانون الاهداف، لان اول مباراة كانت على ملعب الميلان خلصت 2-0 للميلان، ولكن المباراة الاخرى على ملعب اندهوفن خلصت بنتيجة 3-1 عشان الجون اللي جابه الميلان في المباراة دي يأهله لدور النهائي عشان يستنى ليفربول. تعال نشوف ليفربول.
ليفربول بقى كان على الله حكايته، بس هنا التوفيق كان حاضر. ليفربول كان في المجموعة الأولى مع موناكو وأولمباكوس اليوناني وديبورتيفو لكورونا. قدر ليفربول إنه يتأهل تاني المجموعة ب10 نقط علشان التوفيق يلعب أول دور ليه مع ليفربول. ليفربول وأولمباكوس كانوا هما الاتنين معاهم 10 نقط، بس كان فرق هدف وحيد بس لصالح الليفر، عشان الفرق الهدف ده يخلي الليفر يبقى تاني المجموعة ويتأهل لدور ال16. تعال نروح لدور ال16 عشان يستفيق ليفربول ويكسب بايرن ليفركوزن 6-2 بمجموع الماتشين، وربع النهائي يقابل اليوفي ويكسبها 2-1 على ملعبه، والمباراة التانية على ملعب اليوفي تخلص 0-0. في نص النهائي بقى قابل تشيلسي. وعايز افكرك لو كنت نسيت ان في اول الحدوته قلت لك ان تشيلسي خدت من ليفربول كاس الرابطه، بس في دوري الابطال بقى قدر ليفربول انه يقصي تشيلسي بنتيجه 1-0 في مجموع الماتشين عشان يتاهل للنهائي ويقابل الميلان. وهنا المفاجاه الكبرى، بدايه المباراه النهائيه من دوري الابطال 2004-2005 على ملعب اتاتورك الاولمبي اسطنبول. وادي تشكيله الفريقين. وفعليا بمجرد ما الماتش بدأ الأجواء ولعت وكانت على صفيح ساخن، لأن مالديني احتاج 50 ثانية بس عشان يسجل أول جول للميلان، واللي عمل له الأسيست كان بيرلو من ضربة ثابتة. وبدأت المناوشات بقى. ليفربول حاول انه يفرض شخصيته، ولكن الدقيقة 28 الميلان يجيب جون ويتحسب اوفسايد. بس عايز اقول لك على حاجة، ان الجون ده مش اوفسايد، بس وقتها ما كانش فيه فار. تستمر المناوشات بقى ومحاولات كتيرة من الميلان واستحواذ على الكورة بشكل كبير جدا. وفي وقت ما بدأ ان ليفربول يفوق في الماتش ويمسك الكورة ويعمل هجمات، يجي كاكا يقطع الكورة من نص الملعب في الدقيقة 38 ويعمل هجمة مرتدة ويروحوا 3-3 عشان كاكا يمررها لشفيتشينكو اللي يعمل اسيست لكريسبو ويخليه هو والشبكة لوحدهم، وتبقى كده النتيجة بقت 2-0. وبعدها على طول في الدقيقة 42 يعني فرق 4 دقايق بين الهدف التاني والهدف التالت، كاكا يعمل اسيست مفيش احلى ولا اروع من كده، يخلي كريسبو هو والجون لوحدهم، ويقدر كريسبو انه يسجل الهدف التالت بطريقة ولا اجمل عشان الشوط الاول يخلص بنتيجة 3-0 للميلان. قلت لك قبل كده ان انشيلوتي كان ماشي بمبدأ عبله واديله. بدأت جماهير الكرة ان هي تحتفل وتهنئ جماهير الميلان على فوزهم بنهائي دوري الابطال، بس ليفربول كان عنده رأي تاني. بدأ الشوط التاني وليفربول استحوذ على الكرة، وبدأ انه يعمل مناوشات حربية كبيرة جدا، هجمات من هنا وهجمات من هناك وشوط على الجون من بعيد وعرضيات وانفرادات، وليفربول حرفيا عمل كل حاجة. الميلان يسكت؟ لا طبعا، الميلان هو كمان يحاول انه يعزز تقدمه بهجمات قوية جدا وشرسة على مرمى ليفربول لحد الدقيقة 53 عشان يعمل ريزة عرضية جميلة جدا لجيرارد اللي يخطفها كده بالهيد ويسجل الجون الاول عشان تبقى النتيجة 3-1 في الدقيقة 53. وبعدها بدقيقتين بقى شمستر يشوط كرة صاروخية من بره ال 18 عشان يسجل الهدف التاني عشان النتيجة تبقى 3-2. وفي الدقيقة 58 بقى من هجمة منظمة جدا لليفربول قدر جيرارد انه يحصل على ضربة جزاء عشان يخش يشوطها اكشابي الونسو. ده اللي هيتألق قدام اكشابي الونسو ويصد ضربة الجزاء، ولكن اكشابي الونسو بمبدأ فيها يخفيها يجري على الكرة ويسجل الهدف الثالث، عشان بالنسبة لليفربول 5 دقايق بس كانوا كفاية جدا ان احنا نتعادل. الماتش استمر بقى على الوضع ده، وهجمة هنا الهجمة هناك ومناوشة وعرضيات وهجمات مرتدة سواء من ليفربول او الميلان لحد ما انتهى الماتش اصلا ودخلنا للاشواط الاضافيه، واستمر الوضع على كما هو عشان الحكم ينهي المباراه القويه العظيمه دي بنتيجه 3-3 ونروح لضربات الجزاء. ضربات الجزاء وقفت على جنب كده وهي بتتفرج على الماتش، قالت لك الماتش ده مثير جدا، ايه رايكم انا كمان اكون مثيره؟ كانت الضربه الاولى لصالح الميلان واللي نفذها سيرجينيو ويضيع سيرجينيو، ويخش هامان لليفربول ويسجل، وبعدها يدخل بيرلو عشان ينفذ الضربه الثانيه للميلان ويضيع، ويخش سيسي يسجل لليفربول عشان النتيجه 2-0 وتضيع امال الميلان، ويخش توماسون يسجل الضربه الثالثه للميلان ويحاول انه يرجع بعض الامال للميلان. يدخل ريزا بقى للضربه الثالثه لليفربول ويضيعها علشان يدخل كاكا للضربه الرابعه وهو شايل على دماغه حمل كبير جدا ان هو لازم يسجل الكره دي علشان يحافظ على حظوظ الميلان. وبعدها شمستر يسجل لليفربول، والضربه النهائيه والاخيره للميلان.
يدخل شيفتشينكو ويضيع آخر ضربة جزاء، وتتحقق معجزة اسطنبول، ريمونتادا تاريخية للريدز، ويقدر بسببها انه يحصل على اللقب الخامس له في التاريخ، علشان تكون دي نهاية مباراة قوية جدا ما بين اتنين عظام في تاريخ دوري الأبطال، سواء الميلان أو ليفربول، ويمكن الفرقتين من أكتر الفرق في العالم حصولا على دوري الأبطال. كده تبقى حدوتة نهائي دوري الأبطال 2005 خلصت. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك واشتراك في القناة وسيب لنا رأيك في كومنت، ولو انت ما شفتش السؤال في اول الحلقة ارجع وشوف السؤال في اول الحلقة واكتب لنا الإجابة في الكومنتات.